السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس عايشة عشان تظلم ناس تانية ملهاش علاقة بأي ظروف، عايشين يظلموا بعض وياكلوا حق بعض ويستحلوا وجعهم، عشان في ناس تانية بتطبل لهم وبتشجعهم على الظلم. الغريب في الأمر إن الناس دي بتبقى عايشة وعارفة إن هي بتظلم، وللأسف ضميرها مش موجود، أو يعني تقدر تقول كده عاملين مش واخدين بالهم. طمع الدنيا عماهم وخلاهم مصدقين نفسهم في كل تصرفاتهم وافعالهم، بيصدقوا نفسهم قوي وهم بيظلموا وبيجرحوا. موازين الدنيا عندهم مختلفة، اللي هو نفسي ثم نفسي ثم مش مشكلة الآخرين. مش متخيلين كده إن الحياة ممكن تنتهي في لحظة وقوتهم دي تضعف، وقوتهم لما تضعف هيطلبوا من اللي قصادهم أو من الناس اللي ظلموهم إن هم يسامحوهم على كل لحظة وجع وكل لحظة ظلم. الناس دي حسابها عسير، وكل واحد هيتحاسب على ظلم حد ظلمه وما كانش ليه علاقة بأي ظروف حواليه. بس خليك مقتنع ان حقك لازم يرجع وهيرجع. يعيش الظالم بس يتمنى ولو لحظة واحدة ان انت تسامحه على كل اللي حصل منه. افعل ما شئت فكما تدين تدان. زي ما ظلمت حد ما كانش ليه علاقة وما كانش ليه اي ذنب في اللي انت فيه، هيجي اللي هيظلمك وهيكسر قلبك وخاطرك، وفعلا ساعتها هيقدر يوجعك زي ما انت وجعت غيرك بالظبط. وما تنساش ان اللي عند ربنا عمره ما بيرد. سلام.